يعني للذواقة بعالم الفن. بينما جمهور أحلام هو جمهور يعني مطربة شعبية، يعني شعبي أكثر. بتوافقي على التصنيف أو شو رأيك فيه مثل هاي القول؟ يعني السؤال الثاني على السريع، دلت بشهرة الفنان وأصبح يعتمد على الصورة وعلى الكليب. يعني أحيانا كثير، ومثل ما عم نشوف، مثل ما أطلقوا بعض الفنانين ألبوماتهم بعد 3 أو 4 أشهر صوروا الكليبات لحتى عرفت الناس أو عرف الجمهور أنه عندهم أغنيات، إلا جمهوره المتابع فقط هو اللي عرف. فبحب أعرف منك قد ايه اليوم الكليب هو اللي عم يظهر الألبوم كله. السؤال الأخير هو لو سمحتي، يعني هلا كمان انا بقول لك سلامتك وان شاء الله ما بتشوفي الا كل خير. بس احيانا كثير الانسان بس لما يمر بحالات خاصه يعني بيعرف اكثر من المحبين لإله. وفي ناس كمان بتقول انه الجمهور غدار والفن كمان غدار. قد ايه بحالتك الصحيه عرفتي مين بحبك كثير ومين ما سأل عنك؟ شكرا فاطمه. الحزن، في حزن بعيوني؟ الحزن لا، ما في حزن. انا شكلي كذي يعني بس ضحكتك قريبه كثير، بتضحكي. ما في حزن. يمكن انا عاطفيه يمكن انا زياده، صحيح هذا. حساسه زياده، صحيح. لكن ما في حزن، بالعكس انا احب المرح. والحزن يعني يمكن حتى الحين صرت اتصرف اكثر لما كبرت شوي، يعني او يمكن اول اتلذذ اكثر بالالم، الحين ما صرت اتلذذ بالالم خلاص. يعني اي شيء يضايقني خلاص ياخذ وقته، هو كل شيء لازم ياخذ وقته. تفكرين فيه شلون تحلينه اذا ما نحل اتركيه خلاص يحل الزمن خلاص امشي عنه، ما في حزن ابدا. بتوافقي فاطمه انه الجمهور نوال نخبوي وجمهور احلام شعبي؟ لا. اوكي. اعتماد الكليب قد ايه مهم؟ الكليب اكيد مهم، لان يعني صوره، وصارت الصوره هي الواصله حق الجمهور في جميع الدول يعني العربيه، وجميع الدول مش بس الدول العربيه. اكيد الاغنيه المصوره هي توصل الفنان بشكل سريع للجمهور. ننتقل عند الاستاذ عبد الله المري من جريده الرايه القطريه. عفوا، مساء الخير. يا هلا مرحبا. فنان نوال، صباح الخير الآنسة جمانة. أهلا. حاب أبدأ بهذه النقطة يمكن للكل وبالأخص الفنان نوال، أنه لفت انتباهي وأنا جالس الحين في واحدة من الحضور نفسها نفس الفستان اللي أنت لابستها، نفس الألوان. وينها؟ في واحدة هنا. مين لابس أصفر وأسود من الصبايا؟ كذيك مش نفس لا، نفس الخطوط. يعني فيكي توقفي بليز؟ اي هلا باسم بياخذ المشهد وببين انه مش نفس اللبس. لا نفس الالوان، يعني نفس الرسم بني وبيج مع نفس الرسمه اللي هي الخطوط السوداء، يعني نوعا ما. اي ثانيا عندي سؤالين، ومحتمل ان شاء الله السؤال الثالث يكون بالطريق. السؤال الاول، من خلال متابعتي للقاءات في وسائل الاعلام لاحظت انك مسالمه جدا في الرد على من ينتقدك. البعض يفسر هذا على أنه رغبة منك للبعد عن الصدمات، والبعض يعتقد أنه ضعف وخوف، خصوصا وأنك فنانة كبيرة وكلمتك لها صداها. فما هو رأيك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنه يؤخذ على كل فناني الخليج سواء سوء الإدارة الإعلامية أو ربما انعدامها، ونحن الآن في عام 2006، يعني في عصر الإعلام. فما هو السبب في رأيك، وخاصة وأنك إحدى الفنانات التي لا تمتلك إدارة إعلامية؟ مسالمة يعني خوف، أو يعني حكينا يمكن بهذا الموضوع أكثر. ليش تعتبرون المسالم والدبلوماسي ليش تعتبرونه خايف؟ ليش تعتبرون اللي يرد ويصرخ وهذا قوي؟ مو صحيح. طيب انت في كلا الحالتين يعني في بعض الامور تلتزم من الرد الحاسم، يعني ما تلزم من الهدوء اكيد لو في امر محتاج اني انا ارد رد في وقته، اكيد صدقني ما راح اتركه، راح ارد. طيب اذا كانت مثلا الامور هذه تجي من فنانات نقول مثلا معك بالوسط الفني، يعني مش من ناس خارج الوسط، يعني معك من ناس داخل الوسط الفني، لو سئلتي مثلا عن احدى منهم في مثلا ردك على ما قالت،
يكون ردك دبلوماسي او بسيط نوعا ما. لا ما في أحد قال عني شيء. لا قالت. مين؟ قالت الفطومة، فنانة فطومة في برنامج سهرة وسامرة. رديت عليها توني، سويت لقاء ورديت قلت انها ردت علي يعني كتبت جملة ما كان ودي اسمعها من فطومة، لاني انا في زمالة بيني وبين فطومة، وبالماضي كان في شغل ربطني بيني وبين فطومة، فما المفروض انها تقول جملة مثل اللي قالتها. انا ما اتذكرها، وحتى لو اتذكرها ما راح اذكرها. ما كان مفروض انها تقول جملة مثل الجملة اللي قالتها عني. العموم هذه ما تأثر شيء فيني يعني، وانا ماني مضطرة لما احد يسيء لي لازم انا ارد عليه بإساءة ابدا. بالعكس احيانا لما تسكت عن اللي يسيء لك يعوره اكثر. كذلك الفنانة الشمس اذا فطومة في عنا اتصال مباشر رح نستقبله على الهواء. يعني كمان ذكرناها بالخير كل الحلقة. شنو؟ معنا ايه وجه خير، اكيد وجه خير، وصوتها حلو وصوتها خير. نستقبل على الخط مباشرة النجمة احلام. مساء الخير احلام. بحبكم كثير. خلونا نسمع. ام فاهد مساء الخير. يا مساء الورد. صوت الفرح بصوتها. مساء الورد والفل والياسمين عليكم، ومساء الورود اللي في الدنيا كلها على نوال. حبيبتي حبيبتي، انت هني ولا رحتي؟ للاسف انا اليوم في الدمام. الله يحفظك ان شاء الله، توصلين بالسلامة. كان ودي اني انا اجيك اليوم واهديكي بوكيه ورد بنفسي. واصل حبيبتي واصل. يا حياتي احلام، ذكرناكي كثير اليوم بالحلقة. للاسف انه ما عندي هون الميتم القهر، كلنا مقهورين انه ما بعدين نشوف الحلقة. انه هلا في منافسه واحلام ومين رقم واحد ومين رقم اثنين، بتعرفي يعني عملنا شويه مشاغبات. بس نوال بالمرصاد يعني ماشي. بمسي على بالخير على الاعلاميين القديرين الموجودين كلهم معاكم اليوم. نعم. ومسي الخير على كل الجمهور الموجود وعليكم روتانا. وابي اقول انه نوال فنانه كبيره، او اقول نوال فنانه كبيره وتستحق التقدير. وانا عن نفسي ابغي اقول انه انا من غير نوال في الخليج ما انفع يا حبيبتي. وانا نوال يعني وجود نوال معاي في الساحه، نوال بالذات وجود نوال معاي في الساحه غير فيني اشياء كثيره. حتى نوال قالت لي في المقابله انت تغير حتى احساسك في الغنى، طريقه غناكي. ابغى اقول لنوال انه بسبب وجود نوال الرائعه وجودها معايا هو اللي شجعني اني اوصل اليوم لقليل شويه من بعض اللي احاول اني اوصل له. حبيبتي حبيبتي، انت موجوده واحنا نفتخر فيك وناجحه، ولك قاعده كبيره من جماهيرك يحبونك ويحترمونك. وانا احترمك، وانا اقول انا رقم واحد وانت رقم واحد، ولا انت رقم واحد وانا رقم واحد. نفس الشيء، انا توني قلت نفس الكلام. نفس الشيء، انا وانت واحد. اكيد. انا وانت رقم واحد. اكيد. دومك يا احلام، دومي يا احلام. انا ابغي اقول انه عن جد وجود نوال في الخليج يعني كمطربه خليجيه انا عن نفسي اقدرها ان هي من افضل المطربات، مو بس في الخليج حتى في الوطن العربي، لانه نجوميتها كمان في الوطن العربي. وابغي يعني ما ابغي اطول عليكم، بس ابغى اقول نوال اني احبها مره وما ابغي اي شيء ياثر عليها، وابغي اقول لها انه هي رائعه، وان شاء الله دائما كذا الاستمراريه بيني وبينها. حبيبتي تسلمي يا احلام. وانا بدي اقول لك شغله، انه محبينك كتار، وانت بتعرفي قد ايه جمهورك بالعالم العربي كله، وهالنجاح اللي عم بتحققيه يعني كمان بيعكس هالنفسيه الحلوه اللي بتتمني فيها النجاح والمحبه للكل. شكرا ام فاهد. مشكوره حبيبتي، ما قصرتي. شكرا لمداخلتك ام فاهد، ودمتي دايما نجمه كمان، بنحبك وبنشوف حالنا فيكي. اخر مداخله السؤال الثاني عن سوء الاداره الاعلاميه. الفنان الخليجي يعاني. الفنانين الخليجي معروف انهم يفتقدون الاداره الاعلاميه. عندك الميكرو اذا الفنانين الخليج معروف انهم يفتقدون الاداره الاعلاميه بعكس الفنانين اللبنانيين وتقريبا اخواننا المصريين. هالشيء صح. اداره خاصه قصدك بالفنان؟
اي دار خاصه اعلاميه، يعني هي تبث اخبار اي شيء جديد، يعني يكون عنده مكتب اعلامي الفنان يهتم له بكل شيء بتواصله مع الوسائل الاعلاميه. صحيح، هذا احنا فاقدينه. عموما احنا ترى عندنا نواقص كثيره، يعني نواقص كثيره اللي يفترض ان احنا نحرص ان احنا نوفر هذه النواقص، يعني هذا صحيح. طيب هل نعتبر ان شاء الله راح تكون عندك دار اعلاميه؟ والله ما في تخطيط كذي يعني، بس انه اكيد يعني بكون حريصه انه يكون فيه. إيه طبعا. شكرا. ايه لا، اداره الاعمال غير شيء، مدير الاعمال. اخر مداخله بهيدا الجزء قبل ما نغني الاغنيه الاخيره، وفي عنا شغله كمان بدنا نشوفها من بعد هالجزء. استاذ فؤاد رمضان من مجله شو فيما في الكويتيه، تفضل استاذ فؤاد. بنرحب بحضورك معنا بلبنان وطنك الثاني، والاخوه الزملاء استضافوا كثير و تداخلوا. بقي معنا انه الهويه الطرابيه الرومانسيه اللي رسمتها نوال لنفسها وعرفها الجمهور بهالصفه، فاطلقت عليك الالقاب، منها اللي سبق وذكرتهم الست جمانه مطربه الخليج الاولى، سيده الغناء الخليجي، سيده الاحساس، ودانه الخليج وغيرها. ممكن بس تقريب الميكرو استاذ فؤاد لو سمحت. اي لقب احب اليك من الالقاب اللي سبق ذكرناهم؟ نعم. وما هي المقومات المتواجب توفرها في الفنان ليستحق أي من الألقاب؟ نعم. وبالتالي ما دور الألقاب في مسيرة الفنان؟ وهل تصنع نجم يصنع يعني اللقب يصنع نجم؟ نعم. هذه اللي في أي الشغلة الأولى. نعم. نعم. إذا بيطلع لنا بعد في بداياتك كانت الساحة الفنية بالخليج تقتصر على قلة من الفنانات كرباب وعتاب. صح. وقد فرضت نفسك بقوة بحينها. أما الآن الوسط الفني يعج بالفنانين وهم في تزايد مستمر. من ينافس نوال حاليا؟ نرجع لقصة المنافسة والألقاب. وهل تؤمنين بالمنافسة؟ وما هو السلاح الذي تستعملينه؟ يعني نحن بلبنان بيستعملوا كتير بيقولوا سلاح زينة الرجال وسلاح المدفع، يعني سلاح الفن. تفضل. شكرا. أول شيء أحب لقب لإليك؟ كلهم أحبهم الألقاب لأنهم صادرين من ناس تحبني، يعني تحبني بصدق، وأعطوني هذه الأسماء فكلها تعني لي. يعني بعدك عن رأيك أنه الجمهور بيعطيك الألقاب أو هي هذه الألقاب هذه كلها اللي ذكرتها حضرتك كلها جاية من جمهوري، يعني من حبهم الصادق لي. أنا على فكرة الألقاب ما أحب أتلقب فيها، ما أحب أتنادى فيها، أحب يعني أحب لما أحد يتحاور معي يقول لي نوال، يعني ما يقول لي أي لقب من هذه الألقاب. يستحسن إعطاء الألقاب، منح الألقاب بالأحرى من أصحاب الشأن، من إعلاميين، من أدباء، من فنانين، من أي بس هذا طبيعي أستاذ، لما يكون عندك جمهور ويحبونك لهذه الدرجة طبيعي يلقبونك بهذه الألقاب. شو مقومات الفنان اللي بتسمح له أنه يحصل على لقب؟ وهل اللقب يصنع نجم؟ اللقب أبدا لا، ما يصنع نجم. نعم. لا. بس اللقب يفرح الفنان، يعني أنا بالنسبة يعني أنا أقول رأيي يفرح الفنان، يوري قدره عن جمهوره. يعني في بعض ألقاب عم تكون بهبطة على أصحابها، في ألقاب مي لايقة على أصحابها. نحن عم نحكي عن الألقاب اللي لايقت لها. نعم. هلا اللي مش لايقت لهم الألقاب ما لنا فيها، نحن كل الألقاب اللي عندها اياهم بيلبقوا لها دون استحقاق. رباب وعتاب كانوا الوحيدات في الساحة إلى أن فرضت نفسها نوال بقوة. بهالزحمة مين ينافس نوال حاليا؟ كل المطربات الموجودين للمرة العاشرة. كل المطربات. مؤمنين بالمنافسة يعني. نوال وشو هو السلاح؟ سلاح النشاط، ما في شيء ثاني، أعوذ بالله من باقي الأسلحة. بس أؤمن بالمنافسة، طبعا أؤمن بالمنافسة، المفروض أنها تكون موجودة. المنافسة تعطي نجاح أكثر، تخليك تحرص أنك يعني تهتم بشغلك وبنفسك أكثر. آخر مداخلة انتهت بهالجزء.